دورة هذه السنة هي دورة للتحدي ودورة للإبداع وانتصار للإبداع دائما في مدينة شفشاون التي مدينة الفنون والإبداع التي تستقطب شعراء من مختلف الحساسيات والتجارب. ومهرجان شفشاون هو عكاظ الشعراء. مدينة شفشاون هي مدينة تنفرد بهذا المهرجان الذي حرصت على انتظامه لسنوات، واستضافت من خلال دورات لكبار الشعراء والنقاد. وأيضا كان للإعلام المغربي والعربي دور مهم في إنجاح دورات المهرجان، وكان حضوره قويا ومساندا ومداعما. المركز الثقافي الهوتة شهد كذلك تنظيم ندوة نقدية في محور النص والتأويل شارك فيها نخبة من الأساتذة والنقاد المغاربة. تنطلق هذه المداخلة المتواضعة التي أقدمها أمامكم من مسلمة ترى أن كل قراءة للنصوص الإبداعية عامة والشعرية منها خاصة هي في الأصل مغامرة محفوفة بكثير من المتاهات، خصوصا حينما نكون في ضيافة شاعر اسمه أحمد بن ميمون، الواحد المتعدد إبداعيا، المبدع والناسك المتعبد في محراب نصوصه بحثا عن ماهية شعرية خالصة. اختيار هذا الموضوع اليوم في الحقيقة اختيار موفق. لماذا؟ لأنه يحاول أن يطرح قضية إشكالية في الممارسة الإبداعية بشكل عام والممارسة الشعرية بشكل خاص، ألا وهي كيف يمكن أن ننتقل من قراءة النص إلى تأويل هذا النص. بمعنى أنه الندوة حاولت أن تطرح إشكال التلقي بشكل عام، كيف تختزل المسافة بين لحظة القراءة ولحظة التأويل، ما علاقة القارئ بالنص الشعري، وكيف تتموقع الفعل كيف يتموقع فعل القراءة في إنضاج المعاني وفي تطوير الدلالات الأصلية في النص. إذن مداخلتي في الحقيقة كانت هي ركزت على بالدرجة الأولى ركزت على الديوان الشاعر رائد الشعر المغربي الحديث الشاعر أحمد بن ميمون، واشتغلت بالأساس على الديوان نداء ليس مني، وهذا من الدواوين الأخيرة للشاعر أحمد بن ميمون. وحاولت أن أبرز كيف أن الشاعر اشتغل على مستويين في كتابة الديوان. اشتغل أولا على مستوى اللغة، بمعنى أنه عمل على إنضاج لغة شعرية ذات هوية إبداعية خاصة من جهة، ولكن أيضا بالإضافة إلى هذا الجانب اللغوي حاول أن يبني تصورا ورؤية للذات وللعالم. تأسيسا على ما قدمنا من مقاصد التأويل الشعري وآلية تحققه، سنتخذ من ديوان لوحات مائية للشاعر عبد الكريم الطبال منطلقا لممارسة عملية تأويل جمالي بالتركيز على تأويل عتبة الديوان ثم معماره وموضوعة المكان فيه. تأتي مشاركتي في المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث ضمن الندوة النقدية التي تم تنظيمها تحت شعار النص والتأويل. وقد اخترت في هذه مشاركتي أن أتناول ديوان الشاعر المغربي عبد الكريم الطبال بعنوان لوحات مائية، حيث عنونت مداخلتي بالتأويل الجمالي في النص الشعري. وقد انطلقت من مقاربة نظرية ومفاهيمية حددت فيها مفهوم التأويل الجمالي وآليات الاشتغال به، ووقفت في هذا الديوان مع عتبة هذا الديوان وعتبة العنوان وعتبة النص الافتتاحي، حيث أكدت من خلال قراءتي والتأويل لهما أن هذا العمل الشعري هو حوار ما بين جنسين هما
الشعر والرسم. أيضا قمت في هذه المقاربة بتناول معمار هذا الديوان الذي حاولت فيه أن أقيم علاقة تقابلية وبين معمار هذا الديوان الذي موضوعه الجمالي هو مدينة شفشاون، وما بين معمار وتخطيط مدينة شفشاون. فتبين لي أن الشاعر كان يتماهى مع مدينته، مع أماكن هذه المدينة، مع معمار هذه المدينة، مع تخطيط هذه المدينة. فالحساسية الجديدة باعتبارها صيرورة عبر زمنية متجددة وممتدة عموديا، فهي أوسع من أن تتأطر داخل مفهوم مغلق ونهائي مثل مفهوم الجيد، ولا ترتبط بعامل الزمن إلا بمدى قيمة فاعليها ودرجة حضورهم فيها إبداعيا ورهانهم الحاسم على الاختلاف والتعدد. يعني أسطر على قضية الاختلاف والتعدد. في هذه الدورة الجديدة المتجددة من مهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون، كانت لنا فرصة أن نتعرف مجددا على المتن الشعر المغربي المعاصر، ومن خلاله نتعرف على الخواص والسمات الفنية والجمالية لكوكبة من هؤلاء الشعراء الذين ينتمون إلى أجيال وحساسيات مختلفة. وهكذا من خلال الورقات التي قدمت وحتى من خلال الأماسي الشعرية يمكن أن نقول أن الشعر المغربي اليوم بخير من خلال التنوع والاختلاف والتعدد الذي يطبع هذا المتن الشعري. يعزف الديوان تقاسيم الوجع حين تقول الشاعرة: الوجع زاوية مظلمة في غرفة من غرف القلب، هاتف أخرس لا صوت له، امرأة وحيدة في بيت بطبقين، غربة طرفين على سرير واحد، نبتة يتيمة على حافة بئر مهجورة، صمت ثقيل بشفاه امرأة جميلة، رسائل الحب لا تبرح مكانها منذ 30 عاما. قد قمت بقراءة لديوان عتبة تشايكوفسكي للشاعرة المغربية أمال الأخضر، وهو ديوان يعني مكثف، ديوان يحمل رؤية عميقة بلغة رقيقة تميل إلى الطابع الرومانسي، وهذا يرجع إلى تداخل رؤية الديوان مع المعزوفات الموسيقية العالمية للموسيقار تشايكوفسكي. هي معزوفات تحاكي صراع الخير والشر، والشاعرة يعني دخلت من هذا الجانب كذلك تعالج صراع الخير والشر من خلال نوازع الجسد ونوازع الروح. عبرت عن ذلك من خلال ديوان في شكل عتبة موسيقية تحاكي معزوفات تشايكوفسكي لتمرير هذا الحوار ما بين الروح والجسد، ولتغليب صوت الجسد على صوت الروح برؤية فنية موسيقية تناصية مع معزوفات تشايكوفسكي. أسدل الستار عن فعالية المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث، محفل شعري ساهم ولا يزال في الارتقاء بالذوق العام وسمو القول الشعري الجميل والاحتفاء بفرسانه.